السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليدكم بيتزا كاري بالسميد والفارينه بواحد الطريقه هايله. تجي بنتها بنه والله تجي كانها كاطو، ما يسلكنا غير هذا. شوفوا المقادير اللي درتهم لكم، يدير لكم زوج بلاوات كبار ما شاء الله تحفه. تبعوا معايا للاخير اكتشفي الطريقه. يعني شوفوا كيفاش درتني هذيك لا بيتزا تاعنا كاري هايله، ماهيش خشينه بزاف، رقيقه. كاين الناس بزاف الناس يحبوها رقيقه. ندير عليكم غير شوفوا لا فيديو باش تعرفوا كيفاش حضرتها. اذا الوصفه واش فيها؟ اي غرفيه تكون عندك عبري بها، اي غرفيه تاع شوربه في الدار ديريها رايحه تنجح لك الوصفه. عندي هنايا غرفيه نتاع سميد يكون رطب، نزيد عليهم غرفيه نتاع فرينه، نديروا المواد الجافه في الاول، نزيد عليهم غرفه كبيره نتاع خميره الخبز مع غرفه كبيره نتاع السكر، ونزيد عليهم كميه نتاع الملح باش العجينه ما تجيناش صامته. عندك بالتقريب واحد المغرفه صغيره نتاع ملح. نخلط هاد المواد الجافه، من بعد واش نزيد عليهم؟ عندي هنايا نص كاس نتاع زيت الزيتون. ديري يا اما زيت الزيتون يا اما الزيت عادي، كل واحد واش يحب، لكن زيت الزيتون كي تكون عندك شابه تعطينا بنه هايله للعجينه. كما تقدري ديري زيت عادي. اذا نبسس مليح هذيك العجينه تاعنا. من بعد هنا راني موجده الحليب يكون دافي اللي رايحه نلم به العجينه. اذا نبقى نزيد في الحليب حتى تتلملي. كما تقدري تلميها بالماء دافي، لكن الحليب نعرفوا يعطينا طراوه وبنه للعجينه. بسم الله. بعد ما لميتها هنايا راني لميتها فقط. واش نديرها؟ نحكمها ندلكها شويه. عفوا انه فيها السميد لازم تدلك، لكن ماشي بزاف، واحد 2 دقائق 3. بعد ما دلكتها حوالي دقيقتين. انا ماشي كيما المسمن، يعني ماشي شرط تجيك طريه كيما المسمن ولا تتجبد، لا لا. شوفوا مازالت شويه يابسه لكن عادي. هنا واش ندير لها؟ نحكمها، نرجعها في الغيسيبيون، نغطيها ونخليها ترتاح لمده 30 دقيقه للفوق. يعني من 30 دقيقه حتى ل 45 حتى لساعه تريح في مكان مع رانا سخانه، يعني بالخف تعاود تخمر لنا. بعد ما خمرت العجينه شوفوا معنا، انا خليتها هكذاك بالتقريب 45 دقيقه، يعني من نص ساعه حتى 45 دقيقه. نحكم هذيك العجينه نقسمها على 2. اذا راح يديروا لنا 2 سنيوات كبار. هذا العبر اللي عطيته لكم. اذا نحكم النص الاول، هذا نعاود نغطيه هذا. شوفوا يعني بلا ما نخسر لها، قسمتها لكن بلا ما نخسر لها الخمور تاعها وبلا ما نعاود نكورها. عندي هنا سنيوه تاع الفوق اللي كنت دهنتها بالزيت. بعد هنا واش ندير؟ راح نحلها بالحلال على قيس السنيوه اللي عندي. واش راح نرش؟ راح نرش شويه تاع سميد رطب. علاش ندير السميد ماشي الفرينه؟ باش تمد لنا هذيك البنه تاع السميد من التحت والقرمشه وتجي هايله. اذا نفتحها على حساب الكبر نتاع السنيوه تاعنا. اما حليتها على حساب لومون تاعنا نرفدها ونديرها في سنيوه، راح تجينا العمليه سهله. اذا نرفدها هكذا، نجيب السنيوه ونديرها في السنيوه تاعنا هكذا. اذا نحطها بهذه الطريقه، من بعد نحكمها ونسقمها على المول تاعنا. شفتوا كيف فتحتها؟ يعني ما عاودش قلبتها للجهه الاخرى، دائما جهه السميد خليتها من التحت. والعجينه من النوع اللي يعني ماشي تلصق وتعييك عادي. اذا نفتحها على حساب السنيوه تاعنا هكذا، نسقمها مليح مليح. من بعد نثقبها كامل بالفرشيطه ونزيد نفتح العجينه الثانيه نديرها في السنيوه الاخرى هكذا، نوجدهم على جهه. بعد ما درتهم في زوج، ها هي السنيوه الثانيه. شفتوا 2 سنيوات الله يبارك. هنا عندي صوص طوماط اللي كنت جهزتها من قبل، درتها معكم عده مرات. فيها الثوم، فيها طماطيش مصبره، طماطيش تاع الحب، المعدنوس، ملح، فلفل الكحل. هذا واش ندير فيها. وما تنشفوهاش بزاف، خلوها هكذا شويه يعني باش البيتزا تاعنا ما تجيناش ناشفه. اذا نمشيها مليح على الوجه نتاع البيتزا. دائما نخلو الاطراف شويه ما نديرو لهمش هكذا، نمشوها هكذا مليح. الخبزه الاولى راح ندير فيها طون بذوق الزيت. اذا راح ندير كميه هكذا شويه شويه.
نزيد لها حبيبات نتاع الزيتون الكحل هذا باش تنطبع يعني. ندير لها كميه تاع الفرماج رابي على الوجه. دوك كل واحد كيفاش ندير. دوك انا في زوج ندير لهم الفرماج، هذيك فقط ما نديرلهاش الطون، ما نديرلهاش الزيتون، الدراري ما يحبوش ويحبوها بالبيض المغلي. اذا نكمل هكذا وندخلهم الفران يسخنت ونقبل على 200 درجه الطيب تتحمر ونخرجها. بعد ما طابت البيتزا شوفوا كيفاش تحمرت. الله الله، اللي يحبها خشينه يخشنها واللي يحبها رقيقه يرققها. هذه اللي درت لها الطون والزيتون، وهذيك رايحه ندير لها البيض المغلي. سبق وذكرت ان ولادي يحبوها بالبيض المغلي، وكل وحده دير العائله تاعها كيما يحبوا ياكلوها. تجي بنينه بالبيض المغلي، ماذا بيا يعني تجربوها. والبيتزا تاعنا راهي واجده معنا. اذا نقطعها مربعات ولا كيما حبيتو. اذا هي الوصفه تاعنا واجده. شوفوا هذيك البيتزا كيفاش جاتني، جات كاطو والله كانها كاطو. لاحظوا من تحت طابت محمره الله الله عليها. الحشو من الفوق يبقى حسب الاختيار. اذا هذه درتها بالطون وهذه درتها غير بالفرماج والبيض المغلي. ما عليكم غير تجربوا الوصفه. والى الملتقى ان شاء الله. والى اللقاء.